ثانيا طور العاشوري، هو نعي حجاز ولكنه زيد في نهايته بثلاث ونات ذهبية تضفي عليه جمالية وروعة، ويستخدم فيه الأوزان الشعرية القصيرة نوعا ما كالمجردات والأبوذية والنصاري والمهداد. ويجب أن نلتزم بالأمور التالية عند قراءته: أليف، نهيئ ونستحضر النغم لهذا الطور بتذكر المرأة كيف تناغي طفلها، وهذا في الذهن وبسرعة جدا. باء، يكون هناك سرعة في بداية قراءة الشطر، ولكن عند الوصول إلى الكلمة الأخيرة من نفس الشطر يحصل نوع من البطء بالأداء مع خفض الصوت قليلا ثم رفعه عاليا في الونات الثلاثة. جيم، لا يبدأ بقراءته في بداية المجلس أبدا، لأنه ستفاجئ الجمهور به وهم لم يتفاعلوا مع أي شيء فتصاب بالإحباط. دال، للتخلص وإنهاء هذا الطور عليك بالرجوع في الشطر الأخير إلى المثكل والتسليم به. إليك مثال. قلنا أول بيت نقرأ بالبداية سريع قليلا من السرعة، وعندما نصل إلى الكلمة قبل الأخير من الشطر نبطئ هكذا. جت شايطة والدمع شاطرا، راح يونون الجمهور. هاي الونة الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة. راح أعيدها. جت شايطة والدمع شاطرا، تقوم وتقع وتصيح يا حسين. هكذا. اكو قسم من الاخوان يقروا هكذا وهاي خطأ. وانا ارد اشوفك يسوي المدة بالكلمة الثالثة، فهذا خطأ. يعني قبل ما توصل الكلمة الأخيرة من الشطر، الكلمة اللي تسبقها أسوي المد بينها وبين الكلمة الأخيرة. وسالف لك هضمنا وسطرة البين، هجمت علينا أعداك صابين، وهكذا. هسه أرد أسلماني على المشرعة ومقطوع اليدين. أولا رأس عنده ولا بقت عين، يا لولا رأس عنده ولا بقت عين. ونجري نفس الطريقة في الأوزان الشعرية الباقية. يعني إذا جبنا أبوذية أو جبنا مثلا شعر نصاري نسوي عليه هاي الطريقة. ثالثا طور التخميس بنغم الحجاز. كما ذكرت سابقا أن جميع الخطباء الحسينيين ينهون مجالسهم بهذا النغم المستوحى من نغم الحجاز، ويقرأ فيه أبيات من الشعر الفصيح، وهي 5 أبيات، ولكنهم يقرؤون منها 2 ويتركون الباقي. إليك مثال. جرت المدامع يوم شمر شمرا عن ساعديه ومتن زينب كسرا. أرد أجيب الأذان. الله أكبر الله أكبر. أجيب اللطمية. يا زينب راحب الغير. أجيب دل اللول يا الولايد يا ابني دل اللول. تنبيه: لا يقرأ هذا الطور في بداية المجلس، وإنما يمكن قراءته، يعني بيت التخميس أو طور التخميس بنغم الحجاز، يمكن قراءته في المقدمة العزائية بعد قراءة أبيات الشعر الفصيحة، ويمكن في آخر بيتين منهما أن تتحول من نغم البيات إلى طور التخميس من نغم الحجاز. إليك مثال. أولا راح أقرأ الأبيات الموجودة أمامك بالكتاب بنغم البيات، وفي البيتين الأخيرين أحول إلى نغم الحجاز. صلى الله عليك يا مولاي
رسول الله. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها. هذا بيات المشرع العباس كالمعصرات تصب الدم عقيانا سوى الدشت تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي. رجعت إلى البيات حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن بعد إن بالبيات يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. رجعت من الحجاز دلال يا الولد يا ابني دلال حتى أقرأ بيت ويل الفرات أباد الله غامره أسوي طور التخميس. شوف راح أعيدها. وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا دلال يا الولد يا ابني دلال يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. ويل الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا. لم يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين ويذبح ابن رسول الله ظمآنا. ويذبح ابن رسول الله ظمآنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك يقرأ في وسط المصيبة لبعض من أبيات الشعر الفصيح أو الشعبي. مثال: يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يأتي كل ليلة إلى قبر السيدة فاطمة عليها السلام. هسه عندنا كتابة مصيبة نحيلها إلى نعي وإلى رثاء. فقبل أن نصل إلى الأبيات مالي وقفت على القبور مسلما نهيئ لقراءة هذه الأبيات بنغم الحجاز. قلنا نتذكر النغم بهذه الطريقة: دلال دلال يا الولد يا ابني دلال. يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يأتي كل ليلة إلى قبر السيدة فاطمة عليه السلام ويجلس عند قبرها وينادي: وحبيبته يا حبيبة قلباه، فلم يجبه أحد. فلما كان بعد 6 أشهر اشتد شوقه جدا فبكى وجعل يقول: ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب. فأجابه عن نفسه قائل، وقيل بل أجابه هاتف. ثم تكمل المصيبة. أتينا بنغم الحجاز الذي هو هكذا: الله أكبر الله، أو طور التخميس الحجازي استخدمنا في داخل المصيبة. أما في الشعر الشعبي لما وصل الحسين عليه السلام إلى مصرع أخيه العباس قلنا نهيئ قبل أن نصل إلى أبيات الشعر. رآه في تلك الحالة مقطوع اليدين مرضوض الجبين، السهم نابت في العين،
المخسائل على الكتفين، القربة ممزقة، العلم مخرق. أحس العباس بوقع أقدام الحسين عليه السلام عند رأسه، فظن أنه رجل من الأعداء جاء لقطع رأسه. خاطبه: يا هذا بالله عليك انتظر الحسين. صح أخي يا أبا الفضل، أنا أخوك مأيس وقاف عاف العمر من ساسه، رايد ممات ولو غدير نماسه، ضربه وبعامود الضغاين راسه، طاح ونخى سيد شباب الجنة. نفس النغم أتينا به من البيت الذي هو بالشعر الفصيح، وضعناه على البيت الذي هو من الشعر الشعبي. طور العراقي بنغم الحجاز. رابعا، طور العراقي بنغم الحجاز مثل ما قرأناه في مقام البيات نستطيع أن نقرأ من نغم الحجاز وبنفس الطريقة، ولكن الروحية والنغم يختلف. إليك مثال، نهيئ للطور: دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول. أرد أسوي بطبقة أعلى: دل اللول دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول. نفس الحجاز، بس مكان ما كنت أقرأ على طبقة الصول مثلا صعدت على طبقة الله: دل اللول دل اللول. جينا ننشد كربلاء مضيعينها، بها زينب قالوا يسرينها، يسراها ولا لها واحد فزاع، وشال حاد ضعونها وبه انقطاع. جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وينها. نصعد: أرد نشديك هم صدق بالشام عيد. وبمرور الزمن وكثرة سماع هذا العمل ستعرف الفرق إن شاء الله بين الطورين، يعني بين طور العراقي بنغم الحجاز وبين طور العراقي بنغم البيات. خامسا، طور الحدي حجاز. وجدت هذا الطور ضمن الأربعة أطوار للحدي التي قسمها الشيخ محمد الهنداوي، وقد سماه بالحدي جيم. وبالحقيقة إن نغم هذا الطور هو نغم الحجاز، فمن الآن فصاعدا نسميه بالحدي حجاز حتى نتخلص من الإرباك والمشاكل. إليك طريقة هذا الطور. بالضبط هذا الطور هو بالنغم نع الحجاز، ولكن ما دام أنه أفردوا هذا الطور وأعطوه اسم نحن نسميه بحد الحجاز، هو يشابه نع الحجاز بالضبط نفس طريقة دل اللول يا الولد يبني دل اللول. من هجمة خيال العدا أو لحدود المخيم دنت، طلعت من الخيام تعدي زينب على التلو جبت، وشبكايات العشرة من الخطر والصوب أخوها توجهت. شوية بيميل وزحف إلى مقام يسمى مقام الصبا زمزم.